إنه فينا ما اتقال له قبل كده السحار حيجيك، ومن ما سمع بسحاحير ناوى. ناوى دي شنو؟ وسحاحير ديل شنو؟ وليه بياكلوا لحم البشر؟ خلونا نشوف قصتهم شنو. اتذكرت أنا وسهول وكنت مار، واتذكرت أهل اللي لمتهم تندار، وناقل حنان لغب كل القبيلة السار نعتوهم سحاحير. أول شي ناوى دي وين؟ ناوى إحدى قرى النوبة، الولاية الشمالية على الضفة الشرقية لنهر النيل، بعد 370 كيلو من الخرطوم وحوالي 99 كيلو من ضنقلة، وتكنى بعروس النيل. ناوى ده ذاته قالوا إنه مشتق من كثرة أشجار النخيل فيها، فاللي هي نواة البلح. ناوى دي كترت حوالين القصص، وأهل ناوى معروفين إنهم سحاحير، معروفين إنهم أكالين وبياكلوا لحم البشر. معليش ده أهل ناوى، لكن ده المعروف عنه. كنت مرة دار أعزم أصدقائي في البيت، فقامت أمي سألتني إنه فيهم زول من ناوى؟ قلت لها أي فيهم ناس من ناوى. فقامت خافت وقالت لي أنت وناس ناوى ده المفروض ما يخشوا البيت، وأنت عارفاني أنا بخاف وكذا، فما مفروض إنه تجيبيهم انت. في ناس قالت إنه ديل سحاحير. سحاحير دي معروفة، تكلمنا على السحار في الحلقات السابقة، والسحار قلنا إنه كائن بياكل لحم البني آدمين، سواء كان شيطان سواء كان أنا إنس. بخاف وبرتعب، وبعدين هي بتجيب زميلاتها للبيت، أنا بخلي لهم البيت، بترك البيت وبطلع، وهي ما قبلانة إن التفكير ده لازم يتغير من عندي، إنه ما في سحرة وما في كلام بالشكل ده. وفي ناس قالوا إنه لا ناوى دي أصلا مقر بتاع سحرة، وسحرة ناوى دي السحرة جابهم فرعون عشان يواجهوا سيدنا موسى، وإنه هم بياكلوا لحم البني آدمين عشان طقوسهم السحرية، وإنه في ظنهم إنها بتديهم قوة خارقة وبتساعدهم في أعمال السحر. والقول الثالث وده عندنا منه قصة، إنه عشان هم منطقة بحرية الجن قاعد هناك، وأي بني آدم بيقرب منهم بيقتلوه وبياكلوا لحمه. القصة الأولى بيحكيها واحد عن عمه، قال إنه عمه ده كان عنده مركب صغيرة بيصطاد بيها السمك، كان بيستخدمها في الصيد، ومرات بنقول بيها الناس من ضفة لضفة. مرة من المرات عمه ده مر بجزيرة صغيرة وشاف فيها تمساح راقد، والتمساح ده لو كان شافه وجا عليه كان قلب المركب ده ويتعشى. فعمه قال أنا أمشي أفطر بالتمساح قبل ما يتعشى بي. فعلا عمه ده نزل ومشى بالراحة الدب ورا التمساح، والتمساح كان نايم نوم غرقان، وكان عنده سلاح اسمه بدينجة، والبدينجة دي حاجة عاملة زي الفاس وفيها نتوءات. فقال إنه يضرب التمساح ده بالبدينجة دي في راسه ضربة واحدة التمساح ده يموت بعديها. فعلا قرب لحد ما وصل قريب من راس التمساح، وبضربة قوية جدا ضرب التمساح في راسه. التمساح فجأة صرخ صرخة غريبة جدا وجرى على الموية وزاغ من بطننا ده. دارت الأيام والسنين، وعمنا ده سامع بقصص ناوى وعارف البيها والعليه، وقال يا الله يمرقني منها قبل الليل عشان ما اضطر ابيت فيها وابقى واحدة من قصص السحاحي بتتحكي للناس. لكن زولنا ده ما قدر، ووصل بعد الليل ما دخل، فشاف لي بيت مطرف كده وقال انا استاذن الناس دي لبيت معاهم. دق الباب فتحت له بيت، ودي حاجة كانت غريبة جدا، ففي الطبيعي انه راجل البيت هو اللي بيفتح الباب. فتحت له بيت واستأذنه وحكى له انه انا من بلاد المناصير عابر سبيل، منقطع بي الحال هنا ودار بيت معاكم لحد بكره الصباح واصل مسيرتي. بيت قالت له يا اخي اتفضل اقعد في الديوان، ابوي قاعد هناك، ابوي ده راجل كبير في العمر ومشلول فاتفضل. فاول ما دخل الراجل سلم عليه بحرارة جدا وقال له يا اخي ان شاء الله تكون عرفتني. قال له ما عرفتك، قال له لكن انا عرفتك. فقام اشر له على الحيطة. الراجل عايم في الحيطة لقى معلقة بدينجة بتاعته ما بتغباه، فعرفها. قال لي تتذكر التمساح اللي كان راقد في البحر؟ التمساح ده انا ذاتي، واهلي والسحرة اللي في القبيلة لو عرفوا انك قاعد هنا ما حيرحموك، فانت ضيفي وانا حاكرمك وما حاسألك. عدي ليلتك دي والصباح اشرد قبل ما بزول ينام فيك، لانه الناس دي عاوزة تنتقم منك، لانك بضربتك دي شليتني انا ورقدتي في السرير ده بسببك انت. لكن ما بنصحك تبيت هنا في المسجد، والمسجد ده السحرة ديل ما بيقدروا يدخلوه، فأجري خليك في المسجد. وفعلا زولنا ده شاركوا عينه وجرى توشك على المسجد، وطول ما هو قاعد في المسجد ما قادر انه مسامع اصوات السحرة ديل برا، ما قادرين يدخلوا المسجد وخايف منه. وفعلا اول ما صحى الصباح زولنا ده اول ما الشمس طلعت اصوات السحرة اختفت، جرى طلع من ناوى، واليوم الليلة ثاني ما دخل. لو انت عندك مشروع سواء كان محل صغير او شركة كبيرة وعاوز زول يمسك لك شغل السوشيال ميديا، احب اعرفك على شركة اهداف.
تقدم لك حملات ممولة كاملة، تقدم لك إدارة كاملة للمحتوى بتاعك في كامل التواصل الاجتماعي، سواء كان محتواك فيديو أو صورة. وما هنا وبس، شركة أهداف بتتواصل لك مع انفلونسرز في كامل بقاع الأرض عشان تضمن لك الوصول بتاعك وتضمن لك تحقيق أعلى النتائج. تفاصيل زيادة اتواصل معاهم في الرقم أسفل الشاشة، وحخدت لكم الرقم برضو في الديسكريبشن. والقصة الثانية قصة عن بنت اسمها دارة. دارة دي قالوا كانت جميلة جمال ما طبيعي. فجأة ظهرت في ناو وبقت من سكان القرية، وبقى ناس البلد بيعرفوها. وزي ما قلنا جمالها كان بيخلي أي بني آدم يحس بأنها بني آدم مسالمة بدون أي نقاش كتير. فكانت داخلة في قلوب الفريق كله، وما كان عندها مشكلة مع أي بني آدم. دارة دي المشكلة الوحيدة إن عيونه كانت طبيعي حمر، وحمر ما حمر العادية، حمر شديد. وكان عندها حاجة واحدة الناس ما فهمها، طبيعي بتطلع بتشيل أكل في صينية، وأكل ما كيس أكل كتير بتخطه جنب البحر وبترجع نهاية اليوم، بترجع بتشيل صينيتها وبتجي راجعة. الناس عشان تكتشف الموضوع ده باروها، وفعلا استنوها لحد ما خدت الأكل، وبقوا مستنيين يشوفوا الأكل ده بيمشي وين. وطالما هم قاعدين الأكل ما تحرك من حتته والصينية قاعدة. فلما مشوا وصلوا الأكل لقوا إنه الأكل ده أصلا انتهى، الأكل كله ماف، لا وكمان لقوا الصواني والصحانة مغسلة عديل. فالناس رجعت وقالت إنه دارة دي من بني الجن ومستوطنة مع البشر هنا عندنا، وبتودي الأكل ده لأهلها. وفي ناس قالوا إنه هي ساحرة وده الجن تبعها بتجيب لهم الأكل عشان يخدموها. والقصص كتيرة حول الناوة، واللي بيقولوا جن، واللي بيقولوا راجل لك العروس يوم الدخلة، بيقولوا غيره من القصص، سواء كانت جن، سواء كانت سحرة، سواء كانت أكل لحم بشر. فلو انت عارف قصة حول الناوة احكي لنا في الكومنتات، ولو انت من أهل ناوة اعفي لي. وما ننسى شير، لايك، سبسكرايب. محمد البشري، ما وراء الستار. السلام عليكم.